جعلنا الله وإياكم من خدام الحسين. أستاذ كرار، نعم. ما بين القديم أو ما بين التقليد والتجديد وما بين المنبر والنص، حضرتك كتبت كل هذه الأنماط من الشعر. الحمد لله. طيب السؤال هنا، أغلب الشعراء يتخصصون بمجال معين من مجالات الشعر. نعم. وبالأخص الشباب اللي بعمر حضرتك أكثر شيء يكتبون الشعر الشعبي لأن هذا المقبول على الساحة. طيب ليش أنت كتبت كل هذه الأنماط؟ يعني الجواب أستطيع أن أوجز الجواب بنقطة جوهرية أو نقطة أساسية، هي أنه الإنسان حينما يكون إنسان موسوعي أو يكون إنسان ذا ثقافة عالية، طبعا الموسوعي يكون أكبر من ما أنا الآن عليه، لكن الحمد لله يعني أنا أمتلك من الثقافة ما لا بأس بها يعني. الحمد لله، إن شاء الله أنت إنسان موسوعي. فلذلك يعني قضية أنه الكتابة بهذه الأنواع المتعددة وولوج هذه الأنواع المتعددة هو أكيد يعطي تميز ويعطي انعكاس لثقافة الشاعر يعني. طيب أستاذ كرار، يعني أنت أكيد من تكتب أكو جمهور